المنتخب المصري، وتحققت أمنية أيضا الكابتن محمد أبو تريكة الذي كان يريد أن يلتقي الكاميرون وليس غانا، لكن نحن نريد أن نعود بالذاكرة وإلى الذكرى الكبيرة أيضا، وذاك الهدف الجميل الذي سجلته عام 2008. كيف توقعت بأن الكرة قد تصل إليك في تلك اللقطة؟ عاوزين سونج تاني في الكاميرون. غير موجود اليوم. لا، البركة في الموجودين إن شاء الله. نعم. في نجومنا يقرروا الموقع إن شاء الله، ويبقى التتويج الثامن بالنسبة لمنتخب مصر. هو كان في الحالة يعني كنا خلاص، كنا استنزفنا كل الطاقة بتاعتنا، وهنا إصرار زيدان، الروح اللي دايما متميز بها منتخب مصر، القتال على كل كورة، وهنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ما فكرش تراوغ ولا شيء؟ على طول على طول. فيها توفيق طبعا. التفكير الاول دايما للمهاجم او لاعب نص الملعب هو التفكير الاصوب والاصح في كل الاوقات او في اغلب الاوقات، ما يبقاش في عندك تردد ولا تاخذ قرارين. وده كمان احمد حسن كابتن منتخب مصر. اتمنى ان شاء الله ان المنتخب يقدم مباراه كبيره، لان احنا يعيد مشاهده هذه المباراه ايضا. الحضري يعيد نفس المنظر ان شاء الله. هنلاعب منتخب قوي، منتخب باين عليه بصمات مدربه. نعم. الالتزام، النواحي التكتيكيه، الانضباط، لاعبين اصحاب شخصيه، اصحاب مهاره كبيره، اصحاب لياقه بدنيه عاليه. جاءوا لاثبات ذات ايضا لانهم ليسوا اساسيين. انا اول مره مدرب يحط عمود فقري للمنتخب. نعم. في خلال الدوره عادة يكون موجود. طبعا عاده، لان السبعه يعتبروا العمود الفقري. نعم. خلال مباريات البطوله تكون عمود فقري جديد يحسب للمدرب، وتحسن مع المباريات. وزي ما بقول لك هو دايما من المنتخبات اللي بتتحسن مع كل دور. نعم. بيبقى وجهه مخالف. النهارده هو وجهه مخالف في كل شوط. الشوط الاول قدم مباراه كبيره من حيث الضغط العالي، من حيث خلق الفرص. الشوط الثاني لا، في تراجع واستغلال الاخطاء. عليك ان انت في هذه المباراه ما ترتكبش اخطاء ساذجه. زي ما بقول الهدف الاول دليل. الهدف الاول اداله معنويات كبيره، اداله ثقه. هدف من خلال عدم ما فيش كلام بين الحارس والمدافع. بين الحارس والمدافع. نعم. وايضا خطا المدافع ان انت عليك تاخد القرار. نعم. الاول شيل. انت في 6 ياردة. هنا استغلال الاخطاء. فين التفاهم ما بين حارس المرمى او المدافع؟ المدافع هنا الكره على دماغك. نعم. خد القرار وطلع. ابعدها. طلع كوره طبعا. ما فيش حد بيعمل الاخطاء دي. استمع الى الحارس. وهنا مهاره نجاجو اللي عمل بطوله كبيره. نجاجو الهدف الاول. السنتر باكين. نعم. بتوع المنتخب الكاميروني في الكرات العرضيه حسن توقع. هيدرز موجودين، في عمليه قرايه اللعب موجودين، عمليه التكمله ما بقاش فيه مساحه ورا خط النص، دايما قريبين من نص الملعب، ما فيش مساحات ما بينهم. التفاهم الرباعي الموجود في خط الدفاع قدم منظومه دفاعيه كبيره. وانا بقول ان منتخب صاحب اعلى حماس واعلى روح بعد المنتخب المصري. كلا المنتخبين عليهم بصمات المدرب واضحه تماما، سواء منتخب مصر ومنتخب الكاميرون. المجموعه متجانسه مع بعض، الروح عاليه في كلا المنتخبين. النجوم بتبرز من خلال المجموعه وليس العكس، بعكس المنتخب الغاني. دايما المواهب الفرديه او اصحاب المهارات الفرديه هي اللي بتبقى طاغيه، انما مصر والكاميرون بصمات مدرب واضحه. بصمه مدرب، مجموعه متجانسه، وخلال المجموعه بتبرز النجوم. بالفعل إذا، ونتوقع أن يكون اللقاء نهائي كبير إذا بين المنتخبين المصري وأيضا الكاميروني. منتخب الكاميرون إذا ليس هناك نجوم، لكن هناك منتخب، هناك انسجام، هناك روح، هناك مدرب أيضا. بروس الذي لم نكن نعرفه كثيرا، كان مدربا في نادي جزائري يعني، لكن الآن يؤكد بأنه من المدربين الكبار أيضا. ليس هناك نجوم قبل الدورة. نعم. لكن بالمباريات